في محاولة بائسة لإثبات هوية مسروقة، وبين ليلة وضحاها تجد تاريخك ينسب لدولة أخرى. فماضينا بكل سحره وغناه صار حاضرهم، وتاريخنا بكل عظمته صار تاريخهم، الذين ينسجون حوله البطولات ويروجون لها. فهم لصوص التاريخ وفقراء الحضارة، الذين حذوا في سياستهم حذو حلفائهم الصهاينة، الذين سرقوا التاريخ الفلسطيني وتقاليد أهل الشام. حملة السرقات المغربية للتراث الجزائري مدروسة وممنهجة في ظل هيمنة أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو. فيما يلي جمعنا لكم بعضا مما يسرقه المغاربة من التاريخ الجزائري. فضيحة سرقة النيليات في إكسبو دبي. تعرضت صورة تراثية لفتاة جزائرية من ولاد نايل للسرقة في معرض إكسبو دبي 2021، حيث عرضتها وزارة الثقافة المغربية في جناحها على أنها صورة من التراث المغربي. للإشارة، الصورة لفتاة نيلية بوسعدية في بطاقة بريدية ملتقطة سنة 1904. مكان التقاط الصورة منطقة بوسعادة بالجزائر، ومكان الحفظ متحف كيبرني بباريس، والتي صنفت ضمن أحسن 100 صورة في التاريخ. المغرب يستولي على رقصة العلاوي. العلاوي الرقصة الجزائرية الحربية الشهيرة التي تنحدر من تراث منطقة غرب الجزائر، والتي تؤدى في الأعراس والمناسبات ومواسم جني المحاصيل الزراعية، وكتعبير عن فرحة النصر بعد المعركة. وترجع تسميتها إلى قبيلة بني يعلى، وتسمى أيضا بالرقادة بسبب بعض وضعيات هذه الرقصة. ورغم أصالتها وتجذرها في ولايات الغرب الجزائري، تم السطو عليها بكل جرأة من طرف الجارة الغربية. الكراكو، البدرون، والقندورة القسنطينية، والحايك. صار معهودا أن نرى مغربيات يرتدين الكراكو العاصمي الجزائري المتجذر في التاريخ وينسبنه لبلدهن. حتى الحايك الذي يعد هوية المرأة الجزائرية تعرض للسرقة، وحتى البدرون العاصمي الجزائري العريق. بل صرنا نشاهد مغربيات بكل وقاحة يعرضن جبة الفرقان القسنطينية العريقة في عروض أزياء على أنها لباس مغربي. الحلي الجزائرية نهبت هي الأخرى. أسالت المجوهرات الجزائرية الفخمة التي تعكس حضارة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ لعاب الجارة الغربية، وعلى رأسها خيط الروح الجزائري، والجبين الجزائري، والمسكية الجزائرية الفخمة، ومحزمة الويز، وعقد الحب، وخلخال بورطلين، والسخاب القسنطيني، وخيط الجوهر، وعقد الويز. وحتى الحلي القبائلية الفضية الجميلة المميزة بحجر المرجان سرقت هي الأخرى، وصارت تباع في المغرب على أنها تراث مغربي. الأزياء الرجالية. البرنوس الجزائري الأصيل عنوان الزعامة للرجل الجزائري منذ العصور الغابرة صار مغربيا، والقشبية الجزائرية الوبرية التي تصنع محليا في بوسعادة صارت مغربية، والجبادور الرجالي العاصمي صار مغربيا، والبدعية والشاشية والشاش والسروال المدور، وكل تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة سرقت ونسبت إلى المغرب، بالرغم من أن الأرشيف يشهد بأن زعماء المغرب لم يلبسوا سوى الجلابة المغربية البسيطة قبل أن تنقل لهم هذه الأزياء التراثية من الجزائر. زخم تراثنا الغنائي يغري المراركة بالسرقات. تاريخ السرقات المغربية للأغاني الجزائرية صار معروفا عالميا، فجل أغانينا تم السطو عليها وغنائها في مهرجانات عربية على أنها تراث مغربي،
والحديث عن أغانينا التراثية وحتى الحديث المنهوبة لا ينتهي. ومن أشهر الأغاني التي تم الاستيلاء عليها أغنية المرحوم رابح درياسة جيبوها يا الولاد. تجرأ جيراننا على سرقتها بدم بارد. أغنية سيدي بومدين لعملاق الحوزي نور الكوفي. أغنية كمال مسعودي فقيد الأغنية الشعبية الحزينة الشمعة، تم السطو عليها من طرف مطربهم سعد مجرد في أحد المهرجانات الغنائية العربية. أغنية العطار للفنان سليم الهلالي عاش ومات في الجزائر، وحاول المغرب نسبه إليه بالقول أنه مغربي. ومؤخرا أغنية الفنان الشعبي عبد المجيد مسكود يا دزاير يا العاصمة، سرق كلماتها ولحنها فنان مغربي وحولها إلى يا الرباط يا العاصمة. ودون نسيان أكبر ملف سرقات غنائية ألا وهو الراي الجزائري الذي صارت تقام له مهرجانات في المغرب. الحلويات أيضا أسالت لعاب لصوص التاريخ. من كان يتصور أنه يستيقظ يوما فيجد أن حلوى زيريات التي تحمل هويتها في اسمها تنسب للجارة الغربية ويطلق عليها اسم مصابان. ومن كان يتصور بأن القنيدلات والبقلاوة والمشوك والمشكلة والتشاراك والمخبز والغربية وحتى مخبوزاتنا التقليدية الضاربة في عمق حضارتنا كالبراج والسفنج والبغرير وحتى قلب اللوز سيدة سهرات رمضان تصير بين ليلة وضحاها مغربية. إنهم فقراء الحضارة ولصوص التاريخ يحاولون أن ينسبوا كل ما هو جزائري إليهم، لكن تبقى الجزائر أكبر منهم بتاريخها وحاضرها برموزها وتراثها.